انت بيرنت، بس البيرنت ده عايز يموت، مش عايش عشان خاطر التشايلد، هو عايز يموت، عايز يسيب المكان ويمشي، عايز ينتحر، عايز، او هو نفسه حاسس انه عايز يموت. اوكي؟ وده التشايلد. بص لها وقول لها انا مش عايز اقعد هنا كتير. انا مش عايز اقعد هنا كتير. انا حاولت بس مش قادر. حاسه عايزة ارجع ورا، مش قادرة. وده احساس مر، احساس وشه بيلمع. الطفل اللي بيبقى حاسس ان اهله عايزين يموتوا او عايزين يسيبوا السيستم ويمشوا، ممكن يموتوا او ممكن يبقى حاسس ان اهله عايزين يهربوا، عايزين يسيبوا السيستم ويمشوا. هيبقى عنده حل من اثنين. اول حل ان هو ينزل يرجع ورا يقعد في الكورنر لو مش قادر يساعد. او شيء حل من ثلاثه. الحل التاني ان هو يبقى هايبر اكتف، يبتدي يعمل مشاكل، يبتدي لان هو حاسس ان الاب ده عايز يمشي، فعايز يشغله، زي ما يكون عايز دايما يبقى الاب ده عنده حاجه يعمل له دوشه عشان يخليه يقعد. يفوقني. ومش قادر يقول له، هو الاب ما بيقول، هو هنا الاب لما بقول له يتكلم انا بقول له بيتكلم يريبريزنتنج الحاله بتاعته، بس البيرنت ما بيقولوش للتشايلد انا عايز امشي، هو بيبقى التشايلد حاسس ان البيرنت عايز يمشي. الحاجه الثالثه اللي التشايلد ممكن يعملها ان هو ايه؟ يعيا تخلي الاب او الام يفضل موجود، عشان الاب يفضل موجود، عشان التشايلد ما عندوش حلول تانية، هو حاسس ان البيرنت عايز يمشي فلازم ياخد اكشن. لو قدر ياخد اكشن هيبقى هايبر اكتف عشان يشغل الاب، هيعيا عشان الاب يفضل ملتزم بيه، او يقعد في الكورنر لو حاسس ان ده مش هيجيب نتيجه. In this case, does it develop into abandonment? هو لو الاب مشي طبعا لا حتى لو ما مشيش. الشعور ان البيرنت بتاعي مش هيبقى موجود على طول بيخليني عندي دايما شعور بالانسكيورتي which develops into attachment disorder.